هو ممكن يجي اورام في الحلمه. معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه، وموضوعنا النهارده عن تجميعه كده في معظم الاورام اللي ممكن تيجي في الحلمه. هو ممكن فعلا يجي اورام خبيثه في الحلمه ويبقى الورم موجود في الحلمه فقط. طيب زي ايه؟ اول حاجه انه يجي في هيئه قرحه. يعني ايه قرحه؟ يعني تعويره كده، او ان يبقى الحلمه الجلد بتاعها ملتهب ومحمر، وممكن يكون بيجيب دم كانه متعور كده، او كانها الالتهابات اللي بتيجي اثناء الرضاعه من غير ما يكون رضاعه، ومن غير ما يكون في اي التهاب او صديد او حتى وجع. يعني اغلب الحاجات الالتهابيه بيبقى فيها اوجاع وحمار وسخونيه وممكن تجمع صديد. لكن في القرحه بتاعت الحلمه اللي بتبقى نتيجه ورم، دي بتبقى قرحه مش بتخف خالص مع اي كريمات او مع اي ادويه، ومش بتوجع، وبتقعد فتره طويله جدا، وممكن كمان تجيب دم. وده مرض بنسميه الباجيت ديزيز او